نساتي سادتي 33 نسخة في تاريخ هذه البطولة الكلاسيكية، هذه البطولة الكبيرة. ولدينا بريدرز كاب كلاسيك لمسافة 2000 متر، مسافة الميل 2 فورلونج جروب 1 بالأعتى وأقوى خيول السباق في هذه المسافة في العالم على المضمار الرملي. وبالتالي لدينا حقيقة إمكانية كبيرة جدا، أسماء خطيرة جدا، أسماء قادرة. وبالتالي ينطلق الآن شوط البريدرز كاب كلاسيك مشاهدينا الكرام في نسخة 33 للعام 2016 عبر قناة ياس. ولدينا الأسطورة كاليفورنيا كروم في المقدمة في قيادة الشوط، بينما أيضا إيفينيكس فروستيد كين آيز وين ذا سبيس وميلاتونين ورستوري شامانغوست هوبر تشونتي أروجيت، كل هذه الأسماء متواجدة. لكن شوف كرومي هو من يقودهم منذ البداية، وبالتالي بداية قوية، بداية سريعة، بداية نارية. وحان الوعد هنا، حانت الساعة هنا، حانت اللحظات هنا. هي نظراته، هي نظرات فيكتور سبينوزا. وبالتالي يذهبون لكتابة تاريخ جديد في هذه البطولة في العهد التليد. وبالتالي أروجيت، أين أروجيت؟ ما زال لغاية الآن ميلاتونين يحاول المطاردة، أروجيت يحاول الاقتراب في هذه الأثناء. وبالتالي ما زال أيضا كمان نشاهد كاليفورنيا كرو في المقدمة على المركز الرابع. لدينا لغاية الآن فروستيد يحاول تقدم، ولكن وين كرومي؟ خطير كرومي، مثير كرومي. أروجيت قادم يا كرومي، أروجيت بالشعار الأخضر. ولكن شوف ينظر الآن ويتابع فيكتور سبينوزا من أجل كتابة تاريخ الأسطورة الحديثة أروجيت. وهنا القتال ولكن على المرتاح، خطير